السلام عليكم. ودعم بقى لدهون البوتاجاز وجع الايد. طبعا الناس اللي بتزهق ان هي تغسل بوتاجازها، جبت لكم منتج جديد. هو مش جديد قوي وفي ناس جايباه مجربه قبل كده، طالع من فتره، بس انا اول مره اجربه. كملوا معايا، هيطلع الدهون كلها في 10 دقايق. شكله انا بقى لي فتره سايباه عشان اوريهولكم. طبعا انتوا عارفين الدهون، ودايما الناس كلها اللي بتشتكي ان اللبن بيفور على البوتاجاز، دي حاجه اساسيه عند كل البيوت. هنضفه النهارده. جبت لكم مكون بسيط جدا طالع جديد، هوريه لكم برده معاكم في الفيديو، بس كملوا معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدا لازم تسموا الله وتصلوا على الرسول وتنزلوا اشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده بقى فتره انا سايباه عشان اوريكم هينضف ازاي معاكم. ده المنتج اللي انا لقيته النهارده. فلاش طبعا منزلت منتج جديد. احنا كلنا طبعا عارفين ان فلاش بس للحمامات، كان بيتباع كمان فترات كتيرة للفلاش، عارفينه على طول. ده فلاش بقى نزلت منتج جديد للبوتاجازات، وكمان في سبعة في واحد. ينفع للأفران، وينفع برضو للأنتريهات، وينفع للألمونيوم، وينفع للمطبخ والحمامات. ده موديل جديد نازل في حدود من 40 ل50 جنيه، مش غالي ولا رخيص قوي كمان، بس هينضف جدا جدا كمان. كملوا معايا الفيديو. أول حاجة بدأ أنا برش الحوامل والبوتاجاز كله من فوق. زي ما انتوا شايفين كده الدهون صعبة. انا بقالي كتير، يعني بقالي اسبوع سايباه عشان اوريكم ازاي ينضف معايا. طبعا الدهون والفوران بتاع اللبن وكل ده. هنبدأ بقى نرش كل حاجة الاول. طبعا دي ازمة كل البيت، في ناس كتير ما بتحبش تغسل البوتاجاز. تغسل البوتاجاز بتتضايق منه على طول ان هو بيوسخ بسرعة، وفي ناس ما بتعرفش كمان تنضفه. تعالى اوريكم ازاي هننضف. هنا اول حاجة بدأت اغسل الازاز الاول. زي ما انا قلت لكم ان المنتج ده 7 في 1. ينفع للانتريهات وللمطبخ والحمامات كمان، وينفع للألمونيا، وينفع للسادس كمان. هنبدأ بقى كده نشيل الحوامل ونشيل العيون كمان. شايفين الأوساخ والفوران كمان بتاع اللبن متسخ جدا، بس فلاش فتت لي كل الدهون في ثانية. جبت الفرشة الأول وهبدأ نطلع الدهون اللي مش هنقدر نطلعها بالسلكة. هبدأ كده، بص الدهون فتتت ازاي بسرعة. هبدأ بقى كده ألم الدهون كلها قبل ما اجيب السلكة، واغسل كمان البوتاجاز من فوق. الفرشة دي حلوة كمان، هتساعد ان الاماكن الضيقة هتطلعها بكل سهولة. هنا لازم يكون معانا سلكة ألمونيا. بصوا نطفت معايا بكل سهولة كده، بدأ ينضف معايا من غير دعك كتير ولا وجع ايد. مجرد ما غسلناها نجيب بقى هنا الفوطة. بصوا نضيف على طول في ثانية. بص في كل الاماكن، بص نضيف معايا في دقيقة واحدة. يعني من هنا ورايح مش هتزعلي على الدهون. هنا بدأ انا بقى نجيب اول حاجة الحوامل نغسلها. السلكة دي حلوة جدا لغسل الحوامل. وهنا عشان رشيت الحوامل، بصوا بقى نطفت معايا بكل سهولة. عشان الحوامل بيتراكم عليها برضو دهون كتير. هنبدأ بقى كده نغسلها. خلصنا اول واحدة. بصوا نطفته لمعت معايا كمان كده. كمان خلصنا اخر واحدة. انا بجري الفيديو بس عشان اقول لكم ازاي بينضف بكل سهولة. بصوا هنا اغسل لكم حتة كمان، بصوا طلعت ازاي على طول. يعني مش شرط ندعك كتير فيها، اللي هنسيبه 10 دقايق عليها وهينضف بسرعة. بصوا نطفت معايا ازاي، ما خدتش معايا وقت خالص. ده لو سلك ناعم ولا لوفة هتنضف معايا بكل سهولة. بصوا كل العيون كمان عمالة تنضف معايا. المنتج ده انا مجرباه بقى لي شهرين 3. جربوه زي ما انا حابة برضه هتحبوه. هنا برضو العيون اللي عليها دهون بصوا بتنضف ازاي بكل سهولة. ثانية واحدة مجرد ما تدعك بس هي تنضف معايا.
والله العظيم البوتاجاز ما خدش في ايدي 10 دقايق ونضيف معايا كله. بس كده فاضله معايا اخر حته من العيون. هنبدا بقى كده نغسل الحوض، وكمان حلو جدا الحوض بعد ما تخلصي المواعين ترشي على الحوض دقيقتين وبعد كده تدعكيه على طول، هيلمع معاكي ويرجع جديد زي الاول. بس كده خلصنا العيون وخلصنا الحوامل. هوريها لكم برضو. بصوا كده بعد ما دعكتها لمعت ورجعت جديده تاني. يلا بقى انتي وهي قومي اشتري على طول وجربيه. من هنا ورايح مش هتستعبي خالص اي دهون ولا اي حاجه في البوتاجاز، هتنضفيه بكل سهوله زي ما انا نضفته كده. انا بس حبيت اوريكم الفيديو ازاي هننضفه عشان في ناس بتستصعب من الدهون، في ناس كتير كمان بتستثقل انها تغسل البوتاجاز عشان البوتاجاز اكتر حاجه بيوسخ وعليه الدهون كتير. فمن هنا ورايح مش هاخد في ايديك 5 دقايق. بصوا كده شكل البوتاجاز بعد ما غسلته رجع جديد زي الاول واكتر كمان. هوريكم العيون كلها بتلمع ازاي والحوامل كمان. بصوا نضفناها مع بعض. بصوا العيون كلها والازاز كمان هوريهولكم. انا عشان الازاز بتاعي مرايع فكل حاجه بتبان فيه، اي وسخ كمان بيبان فيه. ومفاتيح البوتاجاز كمان نضفت معايا بكل سهوله. ان شاء الله الفيديو الجاي هوريكم ازاي هنضف الشفاط وانضف الفرن كمان. انا بحب انضف الشفاط والفرن كل شهر، بما ان البوتاجاز بنضفه كل غسله او كل غسلتين على حسب الدهون اللي بتبقى عليه. بس انا في الفيديو ده خليته فتره عشان اوريكم انا غسلته ازاي. وبس كده خلص الفيديو معانا. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. حابه تجربوا المنتج زي ما انا جربته وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك. اشوفكم تاني ان شاء الله في فيديو جديد.